خلصتي مذاكرة ولا لسه؟ سارة انت سامعاني؟ يا سارة انت سامعاني؟ نعم يا ماما. خلصتي مذاكرة ولا لسه؟ ثواني بس. يا سارة في عندك اكزام بكرة. سارة ها؟ عندك اكزام بكرة. طيب يا ماما ثواني. لا ما عنديش. عندك في جروب الامهات بيقولوا انه في اكزام انجلش بكرة. سارة ها؟ انت سامعاني؟ ماما. يا سارة يا ماما انا بكلمك. خسرتيني يا ماما. ثواني بقى. انا بقول لك انه عندك اكزام بكرة، انت مش سامعة؟ ماشي ماشي. هخلص. ثواني بس وهقوم. يا سارة نعم. في جروب الامهات منزلين انه عندكم امتحان. في ناس. سيبي اللي في ايدك وتعالي بكلمك. ثواني حاضر. هاجي ثواني. سارة لما بكلمك تردي عليا وسيبي اللي في ايدك ده وتعالي. ثواني بس يا ماما. انا بكلمك. اديني دم بسرعة. يا سارة بكلمك. اديني دم بسرعة. حاضر يا ماما هذاكر. حاضر ما تقلقيش. كل حاجة تحت السيطرة. بكلمك سيبي اللي في ايدك. ماما. سيبي اللي في ايدك. خلاص يا ماما ثواني بس يا ماما. سيبي اللي في ايدك. يا ماما جروب الامهات ايه اللي انت بتتكلمي عنه؟ انا بقول لك انه عندك هم بكره أصلاً امتحان. مش عارفين اي حاجه غير ان هم يقعدوا بس يتضايقوا ويعملوا مشاكل على الامتحان. يعني الكل اللي يذاكر الا انت؟ ماما بصي ممكن بس تديني التليفون سيبي كده؟ التليفون. لا روحي ذاكري. السلام عليكم. طبعا مشكله النهارده الفيديو جيمز اللي كل ام وكل اب كمان عندهم مشكله مع اولادهم التينيجرز، انه دايما بيلعبوا الفيديو جيمز ما بيردوش زي ما شفنا في الفيديو، وسايبين مذاكرتهم ضايعين وقتهم. فانا هعمل ايه لما الاقي ابني بيعمل حاجات انا مش موافقه عليها، سواء كانت فيديو جيمز او اي طريقه هو بيضيع بيها وقته؟ كل اللي انا عليا اعمله ان انا هفكر الاول مع نفسي انا ليه رافضه الحاجه دي، وبعدين هشوف ايه عيوبها وايه مميزاتها، وبكل بساطه هتفق مع ابني واديله ميعاد. احنا هنقعد يوم الخميس او مثلا النهارده بالليل الساعه كذا هنتكلم في موضوع مهم. ده طبعا لو السن من فوق ال 13 14 واكتر لغايه ال 20 او اكتر. فهنتكلم معاهم بالطريقه دي، انه انت حبيبي الحاجه اللي انت بتعملها دي انا رافضاها لان عيوبها 1 2 3 4، وتسمعي منه ايه مميزاتها وايه عيوبها وتشوفي رايه فيها ايه، وتعرضي عليه بكل وضوح رايك انت كمان وليه انت شايفه الحاجه دي مضره، وبعدين هتتفقوا تحددوا لها وقت، تحددوا لها التزامات او ضوابط للحاجه اللي هو بيمارسها، وانها طبعا هتوضحي شروطك الخاصه باعتراضك على الحاجه دي. يعني مثلا لازم تخلص مذاكرتك الاول، تجيب لي مثلا درجه كذا في الامتحان، اسال المستر عليكي يقول لي 1 2 3 انا نفسي اسمع الفيدباك ده عنك، فهتوضحي له ايه الشروط اللي انت في الحاله دي هتسمحي له بممارسه الحاجه اللي هو عايز يعملها، وكمان هيتحدد لها وقت. فده هيبقى اتفاق بينك وبينه. طيب لو السن اصغر بقى ومش هيفهموا الكلام ده، انا هقعد اتفاهم معاه برضو. ابني حتى لو سن اصغر من 10 11 9 او 8، انا هفهمه ان الحاجه دي اضرارها 1 2 3. الفيديو جيمز بتاثر على المخ، بتاثر على الانتباه، بتاثر على التركيز. افهمه كل عيوبها، وهتفق معاه على الوقت او التايمنج اللي انا هسمح له ان هو يلعب الجيمز دي خلال الوقت ده. بعد ما هفهمه كده هيبقى خلاص المناقشه خلصت، وممنوع ان هو يلعب الفيديو جيمز اكتر من نص ساعه او ساعه في اليوم، وتبقي حازمه في كلامك وحازمه في قرارك وتراقبي ده، لان ما ينفعش بعد ما اتفقتي معاه تيجي انت اللي تخلفي الاتفاق وتنسي. لازم تبقي مركزه معاه. ويا رب يحفظ ولادنا جميعا.